السلام عليكم. كل عام وشعب مصر بخير. النهاردة أنا طالع يا جماعة أتكلم بصراحة عن مشاكل كتير بتعدي علينا. أنا ما كنتش قبل كده بطلع لايفات ولا بحب أطلع لايفات، لكن مع الموجة اللي حاصلة على النت واللي أنا بشوفها دايما، كل واحدة طلقت طالعة تتكلم. 80% من الموجودين على النت سيدات. في رسالة بس صغيرة لمعالي سيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الاتصالات إن احنا عايزين نقلل شوية من السيدات اللي بتطلع على الفيسبوك واللي بيقعدوا يتكلموا على الطلاق. الطلاق بقى كتير في مجتمعنا والأسباب كتير. أنا بس عايز أقول كلمة لأن أنا بشوف كله بيكتب حكم ومواعظ والناس بتطلع توعظ بعضها. عايز أقول إن الحياة الزوجية هو بين قوسين حب، والحب ليس براجل غني أو امرأة جميلة. الحياة هي راجل صادق يحب اللي معاه، يحب المجتمع، يحب أسرته. قدامه امرأة وفية ما بتطلعش أسرارها بره، ما بتطلعش أسرار بيتها بره، ما بتبقاش فيه ندية، يعني ما تردش الرد عليه. الراجل راجل والست ست، وده لازم يتعلموا كتير من السيدات والبنات اللي داخلين على زواج، ان الراجل راجل والست ست مهما كانت هي بقى. لا اصل انا كبيره، لا اصل مش عارف ايه. في موضه اليومين دولت شايفها على الانترنت، يعني كل واحده عماله تكتب احنا من الناس مش هيعوضونا، اللي بيخسرنا بيخسر مش عارف دلعنا. الكلام التافه اللي بينزل على النت. الامرأة حد برضو كاتب مقولة ان المرأة لما بتحط دماغها على كتف جوزها بتحس ان هي تمتلك العالم كله. اهلا وسهلا، بس انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، انتوا اللي اتطلقتوا وانتوا اللي زهقتوا الرجالة فيكم. عمر الراجل ما بيجي بالعند، او عمر الراجل ما بيجي بعدم سمعان الكلام. طول ما انت بتسمعي كلام جوزك، طول ما ربنا راضي عنك، طول ما حياتك مستقرة. الراجل زيه زي الرسول عليه الصلاة والسلام. هتقولوا لي ازاي؟ ويوجد مقولة انه لو في ايد الرسول عليه الصلاة والسلام الامر ان المرأة تركع لغير الله فتركع لزوجها، فاصبح طاعة الزوج من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. التانية والاهم انه كله بيحط راسه براس بعض وكله بيشد مع بعضه، محدش بيصبر على التاني، فلذلك بتنشأ المشاكل. والمشاكل كله بيشد قدام بعضه، وانا لا انا اللي غلطانه، محدش بيقول على نفسه انا غلطان. عايز اقول كلمه في الاخر، لو السيدات اللي موجود على الانترنت يا ريت تخلوا بالكم من الكلام اللي انتوا بتكتبوه، لانه بيدينكم. الكلام اللي انتوا بتكتبوه على صفحاتكم بيدينكم، لانه لما بتيجي تكتبي كلمة عن الراجل نفاجأ ان حضرتك مطلقة، نفاجأ ان حضرتك طالعة تنصحي الناس وانتي بيتك مخروب، طالعة تتكلمي عن الراجل وانتي في احتياج لراجل. طب ما كان معاكي راجل، انت اللي خسرتيه. ليه؟ لان انتوا ما بتسمعوش الكلام. ليه؟ لانه انتوا عناديين. عايز اقول كلمة اخيرة لكل اللي بيسمعني، اوعى تيجي على نفسك من اجل حق حد. مفيش حد يستاهل ان انت تيجي على نفسك عشان. ربنا نفسه منع الظلم، فما تظلمش نفسك عشان خاطر ناس مش هتقدرك. في ناس كتير ظلمت نفسها من اجل ناس وفي الاخر ما خدوش حاجة.
للأسف كان الرد الفعل سيء. فما تظلمش نفسك علشان خاطر حد ما يستاهلش. ربنا حرم الظلم، ربنا حرم الظلم لنفسك وعلى نفسك وعلى الغير. فياريت السيدات اللي موجودة على الانترنت تفهم كلامي كويس جدا. ياريت نبطل نكتب كلام احنا مش فاهمين معناه، لان ممكن واحد ببساطة يخش يرد عليك ويقولك طب ما انت اللي فشلت نفسك، ما انت اللي طلقتي بسبب غيرتك الزايدة، بسبب عدم سمعان كلامك، بسبب. انا عايز اقول لك ابعد اي حد في حياتك يخليك تخش في دايرة ظلم لنفسك او للاخر. اوعى تظلم نفسك او تظلم الاخر، لان حساب ربنا عسير. حساب ربنا عسير لانه حرم الظلم، لانه ربنا عادل فحرم الظلم ان كان لنفسك او ان كان للغير. اتمنى ان اكون ضيف خفيف. تابعوني، هنتكلم في كل ظاهرة موجودة في المجتمع المصري، في كل قضية موجودة في المجتمع المصري، هنتابع لحظة بلحظة مع بعض. السلام عليكم. اوعى تظلم نفسك بحجة انك خايف تظلم حد، واوعى تيجي على نفسك عشان ما تجيش على غيرك. لو شايف انك في علاقة سامة ومؤذية ما تكملش. لو شايف ان اقرب ناس ليك بتظلمك، حط حد بينك وبينهم يحميك من ظلمهم ويحميهم هم كمان من فاتورته. ربك عادل ما بيحبش الظلم، وزي ما حرم عليك تظلم غيرك حرم عليك برضه تظلم نفسك، والاتنين عنده في كفة واحدة مفيش فرق. ركز في امتحانك وما تضيعش شغل العمر كله